السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو الجديد غادي نهضروا على شركة جون كوكريل البلجيكية، واللي المدير ديالها دار تصريح جد مهم مؤخرا، واللي هضر فيه بالضبط على التعاون العسكري مع المغرب. وفي اللقاء ديال مدير الشركة فهو هضر على التعاون مع المغرب، وهضر على عدة مجالات بحال الهيدروجين الأخضر والسيارات وغيرها. ثم من بعد هادشي غادي يدوز للمجال اللي كيهمنا حنا، وهي الصناعات الدفاعية، واللي قال بخصوصها ان الشركه زاد اهتمامها بشكل كبير بزاف بخصوص المغرب، وباللي الهدف ديال الشركه ان الطرفين اي المغربي والشركه البلجيكيه انهم يدخلوا في شراكه استراتيجيه، زائد يتم ادماج المغرب ضمن سلاسل التوريد ديال الشركه، وبالتالي يولي المغرب كقاعده صناعيه مهمه بالنسبه للشركه البلجيكيه العالميه. ثم زاد اكد المسؤول البلجيكي باللي طموحات المغرب في تحقيق السياده الدفاعيه، زائد اعتبار المغرب كشريك موثوق ومستقر في المنطقة، فراه كيعزز من فرص التعاون في المجال الدفاعي ما بين الطرفين. وراه التصريح الأهم في هادشي كامل هو ملي زاد أكد على أنهم كيتعاونوا حاليا مع المغرب في نقل التقنيات العسكرية، وقال بالضبط بلي شركة جون كوكريل البلجيكية وشركة أركوس الفرنسية فراه كيتعاونوا بجوج حاليا مع المغرب في نقل التقنيات العسكرية. وبالتالي هاد التصريحات كتعني ان كاينين مشاريع كيتم العمل عليها في الوقت الحالي. زائد التصريح ديال مدير الشركه البلجيكيه فراه كيبقى موثوق بخصوص شركه اركوس الفرنسيه، حيث راه في سنه 2024 غادي تستحوذ الشركه البلجيكيه على الشركه الفرنسيه اركوس، وبالتالي ولات تابعه ليها هي والمنتجات ديالها. زائد وكيف كتعرفوا فراه مؤخرا كان واحد التحرك كبير لوزاره الدفاع الفرنسيه، واللي عرضت على المغرب افتتاح مصنع لإنتاج المدرعات ديال شركة أركوس. وبالتالي فغالبا المشاريع ما بين المغرب وهاد الشركات فرا وصلت لمراحل متقدمة. ورا شركة جون كوكريل البلجيكية فرا كتنتج كل أنواع الأبراج القتالية، وعندهم أبراج من عيار 35 و30 و40 ملم، زائد أبراج مدفعية ثقيلة من عيار 105 و120 ملم. ثم عندهم حتى أنظمة تحكم عن بعد RCWS، واللي العيار ديالها هو 7.62 و 12.7 و 14.5 ملم. وبالتالي اذا حاولنا اننا نربط ما بين الاحداث بخصوص المغرب وهاد الشركات، فغادي نلقاو ان اقرب مدرعه ممكن تعرضها علينا شركه اركوس الفرنسيه فهي المدرعه فاب MK3، واللي تفقدها المغرب سابقا، واللي كتعتبر كمدرعه 6 ناقله للجند، واللي كان المغرب باغي يصنعها محليا. ثم من الجهة الأخرى فكاين الشركة البلجيكية واللي عندها أبراج قتالية، واللي هي نفسها اللي مركبة على ناقلة الجند الفرنسية الأصل من نوع فاب MK3. وبالتالي التعاون ما بين الشركات بجوج مع المغرب فراه كيبقى تعاون اللي منطقي عبر نقل تقنية صناعة المدرعات وتوفير الأبراج القتالية. وهذا المشروع مع أركوس فراه ضروري بالنسبة للمغرب، حيث خاصنا ضروري مدرعات 6 ناقلة للجند، واللي خاصها تعوض لينا 400 مدرعة فاب عندنا اليوم في الخدمة. وكخلاصة الخوت فرا تصريحات المسؤول البلجيكي فهي تصريحات اللي فيها نقل للتقنية العسكرية للمغرب، واللي هدر عليها بشكل مباشر، زائد رغبة في زيادة حتى نسبة هذا التعاون وإدخال المغرب لسلاسل التوريد الخاصة بالشركة العالمية. حتى لهنا الخوت غادي يكون الفيديو سهلة، نتلاقاو في معلومات جديدة، مع السلامة.